في حاجات بتعملها الرجالة بتخلّينا نبعد وما بنعرفش نتعامل معاها. إيه هي الحاجات دي؟ بتنسحب لمّا باكون محتاجة لك، الاختفاء العاطفي بعد أي خلاف، التركيز على الحل في أي مشكلة ونسيان المشاعر. أنا مش عارفة، على فكرة أنا ما بتكونش مشكلتي إن أنا ألاقي الحل أول حاجة، الست ما بتبحثش عن الحل أولًا، الست بتبحث عن حد يكون معاها ويطمنها إن كل حاجة هتبقى تمام وبعد كده المشكلة هتتحل يعني. 4 التذبذب في الاهتمام، يوم معايا ويوم عليَّ. على فكرة الاستمرارية هي اللي بتدّي الأمان. بنفترض طبعًا إن حُبّك مفهوم دون أن تعبّر عنه، على فكرة التعبير هو غذاء العلاقات، إن إحنا نتكلّم ده غذاء العلاقات. آخر حاجة انتظارها حتى تتغيّر لتبدأ بالاهتمام، كل واحد بيبدأ فينا يشتغل على التاني أنت لازم تتغيّر، أنت لازم تعمل، أنت لازم تعمل، لا أنا مش هاشتغل عليك يعني لو عشان أغيّر فيك، لأ أنا عايزة أعيش حياة مستقرة، أعيش حياة فيها أمان، فيها استقرار. وعلى فكرة القلوب بتتعب من كتر ما بتكون عايزة تغييرات، تغييرات، تغييرات. والقلوب بتتعب إن هي بتطلب الحد الأدنى من الاهتمام، وأنا مش مضطر إن أنا أكون في علاقة زي كده فبالتالي بانسحب. في النهاية بقى عايزة أقول إن الستات ما بينسحبوش كده إيه من نفسهم، أولًا بيبدأ إيه ما بيتكلموش، بيتوقفوا عن الشكوى، بيتوقفوا عن الاهتمام، بيبعدوا كده إيه بكل هدوء وكل شياكة. عرفتوا بقى الستات اللي بتبعد عن الرجالة؟